هلا وحبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم احنا طالعين سفرة. بس للأسف يعني خلصنا الشوي الباربيكيو، خلصنا كل شيء، بس جاي اصور لكم مثل ما جاي تشوفون. نشاوي هوت دوغ بس ذاك خلص شو اسمه. شوفوا للأسف خلصت، ما بقى شي بيها. هسه نسوي شاي. هذا شاي، هذا شاي أحمد. شوفوا شاي أحمد هذا. كنا نشوي قبل شوية هنا، خلصنا. وهاي الفيو يم البحيرة مثل ما جاي تشوفون. هنا اليوم يعني قوة حصلنا مكان، قوة حصلنا مكان. هاي مثل ما جاي تشوفون العالم قاعدين هنا، كل من مسوي الخيمة مالته. هذول جاي يصيدون سمك. حطينا شو اسمه بيبسي هنا حتى شنو يبرد. هذا جايب شو اسمه الشوب مالته حتى يطلع بيه. شو حنسوي هسه؟ نروح من هناك افركم اوديكم ريغاد. شوف شكو هناك. اشوفكم من غير اتجاه هسه منا. هاي هناك عالم شوي، خلي اسوي لكم زوم. شوفوا شباب، عوائل هناك موجودة. هذول اليوم كانوا قاعدين حدنا قاعدين مكرون هذولا. خلي اروح لي غالي من ذيك الجهة اشوف ايش موجود. المكان هو كلش حلو، هذا يستحق الزيارة. شوفوا حتى اماكن مال الزبالة تكرمونها، حاطين حاويات كل مكان. هاي هنا طلع عائلة جاي هو ومرته يصيدون سمك. بس صار لهم ايش قد؟ صار لهم 4 ساعات من 5 ساعات هنا جاي يصيدون سمك. بس ما ادري صادوا ولا ما صادوا، ما عدي عليهم انا الصراحة، ما جيتهم. ليش صار التخييم يومهم بس. لا مو ذولا، يمكن لكن اللي غاد مالتهم التخييم يومهم، بس ما المكان ما عجبني فغيرنا المكان. هو بالعادة هذا المكان يعني مليان ناس، مرات نجي ما بي ناس، مرات نجي بي ناس، بس هالمرة قوة لقينا المكان. بس هذول العائلة اللي قلت لكم عليها هذول قاعدين هنا يسوون شايات وياكلون ويشربون، يصيدون سمك هم وياهم. هلا اوديكم لغاد هناك اشوفكم شو موجود. هذيش المرة جيت هنا لهاي المدينة وصعدت الجبل. الجبال مالتهم هنا ماكو جبال هواية، هو مو ماكو، اكو بس قليلة مقارنة بدول البلقان. باليونان مثلا نقارنها، لا اليونان هواي بيها جبال، ألبانيا بيها جبال، بس بلجيكا ما بيها هواي جبال. بيها مرتفعات يعني خلينا نقول هيلز شو يسمونها، وديان موجود بيها، بس كجبال مو هواي جبال موجودة. هي هاي المدينة تعتبر من المدن السياحية الجميلة اللي صنفت بأجمل مدينة في بلجيكا، اللي نمبر 1 خلينا نقول عليها. هاي منا إذا نوقف خل أشوفكم. شوفوا شباب شلون مكان جميل. بس أريد أوديكم هناك لغاد، خل نروح لغاد ونشوف شكو. فمثل ما قلت لكم هاي فوق محطة منها يفوت القطار. مثل ما قلت لكم ذيك مرة صعدت اني فوق منها، صعدت للجبل بس حارة بيومها، فمشيت مسافة معينة ونزلت. كانوا بيومها ناس يتسلقون ويصعدون، ناس يصعدون هم بايسكلاتهم، ناس يتمشون، يجون سياح هنا. انا الصراحة بذاك اليوم شفت سياح كانوا جايين، ما اعرف من يا دولة،
بس يعني من مختلف الدول، مختلف الجنسيات كانوا جايين منها. أنا صعدت منها هيجي وفوق. شوفوا هنا، خل أشوفكم الفيو كلش حلو، روعة. وأتذكر هنا كانوا هم ناس يصيدون سمك. شوفوا يا اخوان، بس احنا صح خرجنا عن مدينة دينانت، احنا بغير مدينة بس هي تقريبا قريبة عليها. شوفوا هذا الفيو منا، وهذولاك الناس هم قاعدين يصيدون، بس اعتقد خلصوا صيد زي ما تشوفون. موجودة قوارب، والاجواء كلش حلوة اليوم. الشمس طالعة، ما طول الشمس طالعة معناته شنو؟ معناته ونسة. خلي انزل هنا صور منه. شوفوا هسه هاي وردة، بس هاي شنو هاي الوردة ما عندي علم. خل اشوف بيها ريحة ولا ما بيها. ما بيها ريحة اصلا. شلون الشباب المنظر؟ هذا منا الجبل. ادري بيكم ما تحبون الجبال، بس يلا شو اسوي، حبيت اشوف لكم اياه. هاي منا صعدت ذيك المرة، يعني هاي منا هيجي صعدت من هناك. تقدر تصعد منا، تصعد هيك ماكو مشكلة، او منا. هاي المدينة تستحق الزيارة. هذا القطار بعد استوى، بس هذا القطار مو كل كبير، قطار صغير، اكو قطار اكبر من قده، هذاك ما يخلص، في اكثر من فاغون. الفاغوني اللي هو بالعربي المقطورة. هسه اذا نعبر هو راح صح، مو مكان ما نعبره، بس خلي نعبر مو مشكلة. خلي اشوفكم اصعد منه. شوف هسه هذا اصلا قايد الطريق لا راحة ولا جاية، فاذا نصعد فوق نشوف هاي معلومات على المكان هذا. هاي محاولة مال الكهرباء نفس مال العراق. هاي منه واحد يتمشى يصعد للجبل. شباب هذا صوت القطار على المحطة، على السكك. شوفوا هذا معلومات عن المكان هذا، إذا تحبون تقروها اقروها ماكو مشكلة، طقوا لها صورة. هاي منا الغابة، العفو شو اسمه صعدة الجبل. منا مكان ما كلاب يقدر واحد يمشي كلبه، ومنا واحد يتمشى هم يقدر هو والكلب عادي، يعني راسمين منا ما كلاب ومناك. هذا كله صعدة شوية تعب، إذا أمشيها أصير مي. هو حلو والله، أنا أحب أتمشى هذا الشيء، كلش أحب أتسلق الجبال، واحدة من هواياتي. هذا منا الفيو، شنو رأيكم؟ شنو تقييمكم للمكان هذا؟ هذاك مناك هم صايرة مثل والله الجبال كلها جبالها أصلا. المكان هذا محيط بالجبال، محاط، بس مثل ما قلت لكم الجبال مو كلش هواية موجودة ببلجيكا. هسه نرجع ننزل جوا. شوفوا بالفي ماكو حر، بس تتمشى بالشمس تحس نفسك بالعراق، بس ما يكون هو الجو احسن من العراق. ماشي يا اخوان، الى هنا ينتهي الفيديو مالتنا، بس حبيت اشوفكم هذا المكان الجميل اللي قلت اصور لكم اياه. قلت منه وهيج اي مكان اروح اصور لكم اياه.
حطوا لنا لايك وسبسكرايب، اكتبوا لنا بالتعليقات شو تحبون نصور لكم، شو تحبون نسولف لكم عن شنو، شنو بالله بعد. من هذا المكان الجميل اقول لكم مع السلامة حبايب.